السلام عليكم ورحمة الله. اليوم باش يكون موضوعنا حول الفينانسمون اون تونيزي، معناها كيفاش تمول مشروعك في تونس، شنو هو المؤسسات التمويلية اللي موجودين في تونس وكيفاش تختار بيناتهم. دونك نبدو مع أول بنكة اللي هي بي تي اس، البرنسيب الناس الكل تعرفها، اللي هي بنك تونيزيان دو سوليداريتي. البنكة هذه شنو تعمل؟ البنكة هذه البي تي اس تمول المشاريع اللي البلافون تاعهم 150 مليون بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا، والبلافون والمشاريع اللي البلافون تاعهم 100 مليون بالنسبة للعباد اللي عندهم شهادة في التكوين المهني. دونك انتر 100,000 دينار هذا بلافون بالنسبة اللي عندهم شهادة تكوين مهني، 150,000 دينار بالنسبة للي عندهم شهادة عليا. به افيك انتيغي معناها البنك هذايا تمولك وفما انتيريس، الانتيريس هذايا اونتر 6 انتيغي اونتر 6 et 8%. واضح. به نتعدوا للسورس دو فينانسمون الثاني اللي هو البي اف بي ام او. معلش عندكم عليه فكرة ولا البي اف بي ام او؟ كالعادة البي اف بي ام او شنو هي؟ بنك دو فينانسمون دي بيتيت اي موين انتربريز. هذايا تمول المشاريع اللي الكوم تاعهم بين 150,000 دينار وبين 10 مليار. برشا صفر. به البنك هذايا شنو تشرط عليك؟ تشرط عليك انك تدخل معها بنكة اخرى كوميرسيال كما التجاري كما الاكتيفي كما اي بنكة اخرى، لازم تدخل معها في كودي بروجي. وزاد تشرط عليك انك تجيب اوتو فينانسمون، معناها انه يكون عندك تمويل ذاتي. بالنسبه للبي تي اس من غير لا تمويل ذاتي، من غير لا ضمانات، من غير لا حتى شيء، جوست تكون عندك شهاده في المجال وتكون عندك ايتود دو بروجي. واضح؟ هذوما اكثر معناها بنوك معروفين في تونس في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطه. واضح. بالنسبه للعباد اللي ما تحبش تتعامل بالقروض الربويه، اون برانسيب ثم شويه حلول مش برشا. باهي شنو هي الحلول هذه؟ هنا بالنسبه للعباد اللي ما تحبش قبل ثم سوق اخرين اللي هما كيما اندا تيسير ميكرو تريد. باهي هذوما زاد يمولوا مشاريع، فهمتني؟ باهي هذوما البلاتفورم تاعهم 30 مليون. المشكله نتاعهم انه الانتيريس نتاعهم عالي على الاخر، وينجم ما يعطيكش الفلوس اللي حاصل بها. دونك انا واحد من الناس ديجا نسيتهم، ما كنتش باش نحكي عليهم خاطر ما اعتبرهمش معناها معناتها ما ندخلهمش في تمويل المشاريع. وانت على به نشوفوا توا العباد اللي ما تحبش تعمل بالانتيريس شنو عندهم كم حلول. به عندنا اول حاجه ريزو اونتربروند. به هذه جمعيه ماهيش بنكه، موجوده في 6 ولايات. ما نستحضرهمش 6 ولايات، ما اللي في مخي توا سيدي بوزيد، صفاقس، سوسه، تونس، في بالي. عشان موجوده في 6 ولايات. تمول المشاريع من غير انتيريس، معناها السوم اللي بساعتي هيك ترجعها هي بيدها. المشكله الوحيده اللي موجوده في الجمعيه هذه شنو هي؟ انه تمول لك 50% دي بروجي، معناها ما تمولكش بروجي كامل. تو بينما هذوما البي تي اس مثلا تمول لك بروجي كامل، ريزو اونتربروند تمول لك 50%. ال 50% الاخرى لازمك انت تجيبها يا اما تجيبها في شكل فلوس، عندك معناتها فلوس، يا اما تجيبها في شكل كرهبه تكون تابعه للمشروع، يا اما تجيبها في شكل لوكال اذا كان عندك لوكال باسمك وتدخله في المشروع. واضح؟ ريزو انتربروندر. الحاجه الاخرى اللي في ريزو انتربروندر انه يا اما تجيب 10 ملايين تعطيك 10 ملايين، يا اما تجيب 20 مليون تعطيك 20 مليون، يا اما تجيب 30 تعطيك 30. اكثر والا اقل ما تعملش. واضح؟ باهي ابار ريزو انتربروندر نجمو زادا يكون ما نعرفش يكون عندكم معناها تحضروا ايتود بروجي، تكون ديما عندك حاضره.
وتلوج على دي زانفستيسور. لي زانفستيسور ينجموا يكونوا من لي كونتاكت اللي تعرفهم انت، العباد اللي تعرفهم، سينون تنجم تلوج حتى سير انترنت، معناها تحط لي دي بروجي نتاعك على اساس انت تلوج في انفستيسور. واذا كان ليدي نتاعك باش تعجب مثلا مستثمرين، دونك راهم باش يعاونوك وباش يمولوك البروجي نتاعك. واضح؟ اخر حاجه حل موجود مازال مش موجود لمحاله، مي ان شاء الله على قريب اون برانسيب في في فيفري 2017 باش يولي موجود في تونس، باش يحل في العاصمه مبدئيا كابيتال انفستينغ. كابيتال انفستينغ شنو تعمل هذا؟ هذاك نوع المشاريع اللي البلاتفورم تاعها 30 مليون. دونك اذا كان انت عندك بروجي صغير ما يفوتش 30 مليون وما تحبش تتعامل بالانتيريس، تنجم تتعامل مع الشركه هذه اللي هي كابيتال انفستينغ، اللي هي تمول البروجي اللي البلاتفورم تاعهم 30 مليون من غير انتيريس. ان شاء الله كيما حكيت لكم باش تكون موجوده في تونس في جانفي فيفري. فهمتوا؟ اذا كنت حصلت على اي كونتاكت نتاعهم وكل شيء، ان شاء الله نشوفوا معناها ونعطيه لكم في فيديو واحد اخر. بون باهي شفنا توا لي مويان دو فينانسمون في تونس. جوست فما تعليق صغير اللي انا بدي ما يعجبنيش، معناها علاش موجوده الحكايه هذه في تونس. انه ريت البنوك هذه الكل، البي تي اس والبي اف بي ام او اندا وتيسير ميكرو كريد ريزون فوندر وكل شيء، عندهم مشكله وحيده بدي ما نعرفش علاش، انهم ما يمولوش لي بروجي كوميرسيال. بروجي كوميرسيال ما يمولوش. دونك اذا كان عندك مشروع تجاري حاول تبدا وحدك، خاطر هذوما الكل ما يمولوش مشاريع تجاريه. دونك يمولوا مشاريع خدماتيه، المشاريع الصناعيه، ويمولوا المشاريع الفلاحيه. دونك هذه كانت لمحه صغيره على الاخر على كومون فينانسي ان بروجي اون تونيزي. ان شاء الله اذا كان عندكم اي سؤال تنجموا تكونتاكتيني على الباج ولا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، ومرحبا بكم الناس الكل. السلام عليكم.